يا مساء الهنا على حبايب قلبي. انا ايه الافيه ده؟ عظمه افيه. تعالوا نعمل تفريز. هنفرز سبانخ. تقريبا امي سمعتني وانا بقول لكم في الفيديو اللي فات ان انا عايزه اعمل حمله تفريزات، حمله فريزر. افيه سخيف ملناش دعوه بيه. راحت جايبه لي سبانخ بقى وانا عندها. المهم دول 2 كيلو سبانخ عادي جدا. الغسيل ده يا جماعه دي الطريقه الصحيحه او الاصح على مستوى العالم. محدش يقول لي ان هو بتتغسل بطريقه تانية غير دي، ما بقتنعش الصراحه. اول حاجه بنحطها، ما هو بتحب الحته اللي فوق دي تبقى صحيحه. هوريكم ازاي دلوقتي، يعني ايه فاهمين؟ نشيل واحده واحده. تبقى السبانخ من فوق ليها ممسوكه، فاهمين حاجه؟ الراس تبقى ايه، مش مقطوعه كلها، لا لسه ماسكه في السبانخايه. مش عارفه اشرح لكم. المهم، فانا بصراحه عندي في البيت بقطعها عشان تسهيلا للوقت يعني، بس انا هنا قطعت نصها وسبت نصها عشان ماما ايه متاخدش بالها. بس الطريقه بقى الصح ان انا بنقعها الاول في ميه واسيبها كتير. التراب والطينه اللي فيها تقيله فبتسقط تحت، فابدا بقى اشيل كده بايدي او انتشلها بايدي، فاهمين المعنى؟ وبعد كده بقى افضل اصفي الميه وافضل احطها في ميه وانتشلها بايدي واصفي ومش هصفي الميه، ادلق الميه وهكذا لحد ما الميه ما تنزلش نقطه ترابايه او رملايه في الطبق او البوله بقى او ايا كان. الموضوع بياخد وقت، بياخد وقت، بس مش مهم. ناكل حاجه نظيفه وحاجه مضمونه 100%. وما تنسوش نقطه خل على اي خضار عندكم، خضار وفاكهه والحاجات دي، عشان تبقى الحاجه معقمه ونظيفه وجميله. مش هقول فراخ بقى عشان في ناس هتتضايق مني، بس انا متعوده بصراحه على كده، فمش بقدر ان انا يعني احسها نظيفه غير بالطريقه دي. المهم زي ما انتم شايفين هفضل ادلق الميه وهفضل انقعها واشيل انقعها واشيل، ده الكلام ده وهي صحيحه. لان انا بصراحه ليا سابقه في الموضوع ده، رحت عند ناس لقيتها بتقرش، كنت قبل ما اتعلم الطبخ، فقالوا لي لا هو ده العادي بتاعها. فانا وقتها ما فهمتش، ما هي ما بتعملهاش كده يعني، ما بتقرش عندنا، مش العادي عندنا. وبرضه لقيت الفراخ عندهم ريحتها كلور كده او طعمها كلور، وقالوا لي برضه ان ده العادي بتاعهم ما فيهاش حاجه. فانا من ساعتها وانا مش باكل عند حد غير لما اكون متاكده منه 100%. هنقطع بقى الخضره السبانخ عشان نفرزها. بصوا انا بفرزها ازاي، مش بفرزها صحيحه، شوفوا للاخر وهتعرفوا بعمل ايه. خلصت اهو. تقطيع الرخامه اسهل 1000 مره في الخضار. بصوا بعملها ازاي من فوق، بعملها كده ايه، بخرطها زي الخيار من فوق كده لحته اللي ماسكه دي واقطعها. يا جماعه ده اسهل واسرع مثلا اضعاف 5 مرات لما بنعمل على الايد. انا كده خلصت الكميه كلها. التركية هي ان انا بغسلها بعد التقطيع تاني، مستحيل احطها كده. هتشوفوا دلوقتي ايه اللي هينزل. مستحيل يا جماعة، مستحيل والله مستحيل. المية دي مخضرة من السبانخ، مش طينة. لكن بصوا التراب اللي تحت اهي باينة اهي، في تراب وطينة رملة كده، لا مستحيل ناكلها كده. في ناس بتغسلها كده بس، فده بياخد مني وقت طويل جدا 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 جدا. وفي ناس بتغسلها قبله بس وبتسيبها، وده ما ينفعش خالص بالنسبة لي. بصوا. طيب على بال بقى ما اعمل العملية دي كذا مرة، عايزة ندعي كلنا ان شاء الله ان السنة دي كلنا نحقق احلامنا، وباذن الله تبقى سنة سعيدة على اخواتنا واهالينا في فلسطين. يا رب يا رب ما يجيب حاجة وحشة تاني عندهم. ربنا يوقف، مش عارفة، ربنا يوقف عنهم يا رب كل الحاجات الوحشة اللي هناك، ويعافيهم ويشفيهم ويرجع لهم ارضهم ان شاء الله، اللهم امين. والله انا لساني عاجز عن الكلام، ما عارفة اقول ايه. المهم هنشوح بقى قبل ما نفرزها هنشوحها بتومة، هتنزل كل المية اللي فيها وتشربها. يبقى احنا كده فرزناها وجاهزة ان هي تتحط في كاس وتحط في الفريزر. طريقة سهلة جدا. اول ما تطلعيها من الكيس من الفريزر بتروحي حطها في التسبيكة اللي انت عاملاها. تسبيكة بقى اعمليها ببصل. انا هنا حاطين توم، فاهمين؟ فاعمليها ببصل وتوم ني لو انت بتحطي حاجات وكده. توم ني وتوم يعني متحمر. ويبقى انت كده عندك سبانخ جاهزه. شوفي بقى لحمتك مسلوقه في الصلصه اللي انت عايزاه. عايزه اوريكم بس شكلها وهي في الكياس، هيكون هو ده شكلها النهائي، وهنخزنها في الفريزر. اتمنى تكون الطريقه عجبتكم. لو عندكم اي اراء اخرى قولوها لي في الكومنتات. يلا عشان انا ديمقراطيه. يلا باي.